اشتري ذهب ولا اشتري دولار؟ يعني انت لما تيجي تحوش وعايز تحط اسيتس في حياتك، تخليها ذهب ولا تخليها دولار؟ طول عمرنا على مر السنين كنا بنخلي الدولار، وبنقول الدولار هو العملة الرابحة، والناس كانت بتربط ودايع في البنك بالدولار وبتحوش دولار، وكان الدولار اتحول من فلوس لسلعة بتباع وتشترى، وده عمل لنا مشاكل كتيرة جدا في مصر الفترة الأخيرة. أنا أحب أقول للناس دي انتوا غلطانين، الذهب كسبان اكتر من الدولار. الدولار في البنك عمال ينزل من ساعة ما كان ب 52 والنهاردة ب 46 وشوية، في حين ان الذهب في نفس الوقت ده كان عامل 3000 جنيه، النهاردة احنا بنتكلم قرب ال 7000 جنيه، يعني زايد باكتر من 100%. يعني فلوسك اللي انت سايبها دولار انت دلوقتي خسران فيها، ولو ما لحقتش تحولها ذهب وبسرعه برضه هتخسر فيها. زمان الدولار كان الملاذ الامن، دلوقتي الذهب هو وحش الشاشه، هو اكتر حاجه زينه وخزينه تقدر تعين فيه فلوسك وانت مطمن قدام الدولار وقدام الجنيه وقدام كل العملات. واكبر دليل على كده ان كل البنوك المركزيه العالميه بتسيب الدولار وبتجري على الذهب. وعندنا في مصر حتى الدولار لو زاد في البنك برضه سعر الذهب في مصر هيزيد، لان كده كده سعر الذهب اللي انت بتشتريه هو مسعر بالدولار. يعني الدولار لو كان ب 46 وزاد بقى 50، الذهب كده كده هيزيد معاه برضه، فاي زياده في الدولار بتبقى موجوده في الذهب، بس زياده البورصه العالميه اللي في الذهب مش هتلاقيها في الدولار. وبس كده، دي معلومه على السريع، الحق سيب الدولار واشتري ذهب. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.